أهلا بيكم، أنا دكتور كمال شلال، استشاري أمراض النساء والتوليد. للأسف بقالنا 3 سنين بنعاني من انتشار وباء الكوفيد 19 أو الكورونا، وخصوصا في الوقت ده من السنة مع دخول فصل الشتاء. يا ترى إيه أخطار الإصابة بالكورونا أثناء الحمل؟ وهل الإصابة بالكورونا ممكن تأثر على الجنين أو تسبب تشوهات؟ يلا بينا نعرف مع بعض. مبدئيا لازم نعرف ان الاشخاص المصابين بامراض مزمنه زي امراض القلب او السكر او السمنه المفرطه بيكونوا اكتر عرضه للاصابه بالمضاعفات الخطيره لمرض الكورونا، وكمان الستات الحوامل بيكونوا اكتر عرضه للاصابه بالمضاعفات الخطيره لمرض الكورونا. كمان في تقارير اثبتت ان الحوامل اللي بيصابوا بالكورونا بيكونوا اكتر عرضه لحدوث مضاعفات الحمل، زي زياده نسبه الاصابه بتجلطات الدم بعد الولاده وارتفاع ضغط الدم ونزيف ما بعد الولاده. التقارير كمان أشارت أن الإصابة بالكورونا أثناء الحمل ممكن تكون سبب للولادة المبكرة أو لولادة طفل متوفي، ومفيش أي تقارير علمية أثبتت أن الإصابة بالكورونا أثناء الحمل ممكن تؤدي إلى تشوهات أو عيوب خلقية في الجنين. كمان فرصة انتقال العدوى للجنين أثناء الحمل تعتبر حاجة نادرة جدا وصعبة الحدوث. إزاي تحمي نفسك من الإصابة بفيروس الكورونا؟ مع دخول فصل الشتاء بننصح بالالتزام بالإجراءات الوقائية اللي بتحميك من الإصابة بفيروس الكورونا. بننصح طبعا بالحصول على التطعيم قبل الحمل أو أثناء الحمل أو حتى أثناء الرضاعة، وبنأكد أن التطعيم آمن جدا سواء خلال الحمل أو خلال الرضاعة. في حالة الإصابة بالكورونا أثناء الحمل العلاج بيكون زي أي شخص عادي، يعني الحالات الخفيفة اللي بدون مضاعفات بتبدأي تعزلي نفسك في البيت وبتهتمي بالغذاء الصحي وبالإكثار من شرب السوائل وبعلاج المضاعفات وخصوصا الحرارة العالية، وده طبعا تحت إشراف الطبيب. أما في حالة الإصابة الشديدة أو لو بدأ يظهر عليك أعراض خطيرة فدي طبعا بتحتاج إلى الحجز في المستشفى والعلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص. وبننصح دايما باستمرار الرضاعة الطبيعية أثناء الإصابة بالكورونا، لأن الفيروس ما بيتنقلش عن طريق اللبن، لكن خلي بالك ان الفيروس بيتنقل عن طريق التنفس، فممكن في الفترة دي تبدأي تعملي بامبنج وتفضي لبن صدرك في زجاجات طبية، ويقوم شخص غير مصاب بالمرض بإرضاع الطفل لحين شفائك التام. وتاني بنأكد ان الإصابة بالكورونا أو التطعيم ما بيسببوش أي تشوهات أو عيوب خلقية للجنين أثناء فترة الحمل.